أهلا بكم. الدبلوماسية المصرية تنتصر بعد التصريحات الأخيرة برفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والتلويح بورقة اللاجئين لأوروبا. لاءات عبد الفتاح السيسي تزعج أمريكا وإسرائيل، لا للتهجير، لا لبقاء اللاجئين في مصر، لا لتقليل عدد الجيش المصري، لا لانسحاب الجيش المصري من سيناء. لاءات عبد الفتاح السيسي بتزعج الأمريكان والصهاينة. الخارجية المصرية تنجح في الضغط على ترامب وعلى أوروبا بورقة اللاجئين. وزير الخارجية لوح لأوروبا، قال لهم عندنا 11 مليون لاجئ، أثروا كتير على الاقتصاد المصري، ممكن نفتح الحدود لهم علشان الاقتصاد المصري بحالة سيئة في مصر. أوروبا على الفور بعد تصريحات وزير الخارجية بالتلويح باللاجئين. دول أوروبا ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا على الفور بيعلنوا رفضهم للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء في مصر. طبعا الدبلوماسية المصرية يا جماعة يعني بتلعب دور كبير في التهجير، بتلعب دور كبير في إبراز الكيان المصري. الصحف الإسرائيلية كلها بتقول إن مصر خدعت إسرائيل منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم. خدعت إسرائيل إزاي؟ قالوا لك إن عبد الفتاح السيسي لما تولى حكم البلاد قعد يقول لنا إن أنا بحارب الإرهاب في سيناء وعاوز سيناء تبقى خالية من الإرهاب علشان يعملوا إمارة إسلامية، والإمارة الإسلامية هتأثر على الصهاينة. خدع الصهاينة وخدع الجميع، وقدر يتواجد بكميات كبيرة من الجيش المصري بقواعد عسكرية، بقواعد صواريخ، بمطارات حربية، حتى ميناء العريش عمل فيه ميناء حربي. أزعج الصهاينة يعني، وقدر يخدع إسرائيل، وقدر يستحوذ على أحدث الأسلحة العالمية من دول أوروبا ومن العالم بالتلويح بورقة اللاجئين. سلاح صيني جديد يدخل الجيش المصري. أيضا الصحف الإسرائيلية، صحيفة معاريف الإسرائيلية، بتقول إن فيه سلاح صيني في المدفعية المصرية، والسلاح ده عبارة عن قنابل يدخل الجيش المصري، والسلاح ده قادر على تدمير تل أبيب. القنابل دي يا جماعة دخلت الجيش المصري بالفعل. القنابل ديت في سلاح المدفعية، تستطيع المدفعية المصرية ان هي تضربها من قلب سيناء لتصيب تل أبيب، وطبعا دي مفيش لها مضادات زي مضادات الصواريخ، والسلاح ده بيزعج إسرائيل. أيضا مصر تحصل على صفقة غواصات من أسبانيا. استطاعت الدولة المصرية أنها تحصل على صفقة متطورة من الغواصات الحديثة من أسبانيا. الغواصات دي يا جماعة ديت قادرة على حمل رؤوس نووية، قادرة على حمل رؤوس نووية. مصر يا جماعة قوة عسكرية كبيرة في الفترة الحالية بعد ما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2013. في ال 10-12 سنة الأخيرة قدر يسلح الجيش المصري، قدر يجيب أسلحة بما يعادل 100 مليار دولار. إسرائيل بتقول لك عبد الفتاح السيسي قاعد يقول لنا أنا بمر بأزمات اقتصادية، وهو بيخدعنا وبيجيب أحدث أنواع الأسلحة للجيش المصري، من طائرات الرافال، من الفرقاطات، من الغواصات، من الصواريخ، وقدر إن هو ينوع السلاح من جميع أنحاء العالم. لاءات السيسي أزعجت الأمريكان على الفور. النهاردة الرئيس الأمريكي ترامب بيتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي ترامب يتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال الاتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي خده في مشوار بعيد كده وهناه بمناسبة فوزه بالرئاسة، ودعاه لزيارة مصر وافتتاح المتحف المصري. والرئيس ترامب قال له الدعوة مفتوحة ليك ان انت تزور امريكا في اي وقت. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر ان هو ياخد ترامب وش كده زي ما بيقولوا، وقدر ان هو يدخله في موال تاني خالص، وبيدعيه لافتتاح المتحف المصري الجديد في مصر بعد تطويره وتحديثه. وهي دي الدبلوماسية المصرية،
وهي دي الخارجية المصرية، وهو ده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرجل المخابراتي اللي بيقدر يعمل كل حاجة وبينتصر في كل المعارك بدون أن يطلق طلقة واحدة. عبد الفتاح السيسي هو إرادة المصريين. عبد الفتاح السيسي هو هدية ربنا لينا. كل الشكر والتحية.